طيبين. كم؟ امس لا حد يسلم لا يروح هناك الله يبارك فيك دقيقة انا الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا مرحبا شوي شوي عيسى شوي شوي السلام عليكم Yes.
لا
كوكا دايور والله لازم يلا شوي شوي ها لا عيسى عيسى يبقى مرة الحمد لله شوف شاهد شوف شاهد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله مدى الدهور وعلى مر العصور. سبحانه جل وعلا القائل في محكم التنزيل: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين إمام المرسلين وسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بأبلغ البيان والحجة والسلطان إلى أهل البلاغة والفصاحة فسلق بيانه عقولهم وعرفت فصاحته أولادهم فاتبعتهم على الإيمان وتصديقا به. وصلى الله وسلم على آله وصحبه الكرام. أيها الحفل الكريم، نيابة عن أهل الحفل نحييكم جميعا ونرحب بكم، فأهلا وسهلا بكم، حللتم أهلا ووضعتم سهلا. وباسمكم يسعدنا أن نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات للمتزوجين، فألف مبروك. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، ونسأل الله أن يجعل حياتهم عامرة بالأفراح وأن يرزقهم الذرية الصالحة البارة. أيها الحفل الكريم، سعادتنا لا توصف بصحبتكم في هذه الأمسية التي يحييها نخبة من الشعراء الذين سنسعد الليلة بسماع روائع نظمهم حيث جمعوا شوارد الأفكار وصور المعاني لتأتي مقاطع الشعر كما يحب أن تكون. أيها الحفل الكريم، باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشعراء أمسية حفلنا. فأول شعراء هذه الأمسية شاعر ممتاز بصدق التعبير وحسن المعاني والمفردة الجزلة ودقة الوصف ليأتي شعره كمنظومة عقل. أول شعراءنا لهذه الليلة الشاعر أبو صالح عايد صالح الرشيدي. وثاني نجوم الأمسية شاعر متمكن ينهل من رفاف المعاني ومن الجواهر النادرة، يسوق الأنفس بجمال العبارة وحسن التركيب ذو شاعرية فذة وموهبة قوية وطريقة مفتقدة، وهو الشاعر عبد العزيز عيد الرشيدي. فنستمتع بحضور متميز لطالما قدم الأرقام. فأهلا بكم شعراءنا أمسيتنا. والآن أترك المايك مع الشاعر أبو صالح عايد صالح الرشيدي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك للمتزوجين، نسأل الله تعالى العظيم يوفقهم بالتوفيق الصالح ويرزقهم الذرية الصالحة.
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بيننا بخير. هلا يا مرحبا بأصحابنا اللي لبوا الدعوة، عسى ربي يحييكم سوا ويجل الداعي محمد والرجال اللي بصفه كلهم نقوة. صحيح ان التعب يا ابو ضريخ النوم مضاعي، وشبرك هذه الساعة على هالليلة الحلوة يذكرني حلاها جو مقناصي ومرباعي. أهل شيمة وأهل حشمة وأهل هزعة وأهل قوة اللي صاروا معاي أسقي عطايا الله على ذراعي. أهل شيمة وأهل نخوة وأهل فزعة وأهل قوة اللي صاروا معاي أسقي عطايا الله على ذراعي. ترى الرجال والله قصيدة توي مسويها هلا يا مرحبا باصحابنا اللي لبوا الدعوة، عسى ربي يحييكم سوا ويجمل الداعي محمد والرجال اللي بصفه كلهم نقوى. صحيح ان التعب يضيف النوم مضاعي، وشبرك هذه الساعة على هالليلة الحلوة يذكرني حلاها جو مقناصي ومرباعي. أهل شيمة وأهل حشمة وأهل فزعة وأهل قوة اللي صاروا معي يسقي عطايا الله على ذراعي. ترى الرجال نبعه لحظة ويعطون هالقوة، وحفل بلا جماعة حفل تهمال مع الرجل بلا جماعة، حفل تهمالها داعي يدور الوقت دورة تربح وأعمارنا مضوى، ولا ندري وش المكتوب داخل جعبة الساعي. نخلي من يصلي بالعرب لعيالنا قدوة، وباقيها على اللي عالم في كل الأوضاع، وباقيها على اللي عالم في كل الأوضاع. هلا يا مرحبا وكرم الترحيب بالإخوة. ترى الليلة معازيم الضيوف صدورها وساعي. سلام. يعطيك العافية أبو صالح، صحة سامي. الآن الشاعر المبدع عبد العزيز الخير. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. والله في قصيدة في قصيدة أقدرها بحفل الشاعر العيوب صراحة تراثية في حائط، كان الحفل في الحائط
يقول سلام الله سلام يشمل الضايف مع المضيوف، سلام أهل الوفاء والطيب وأهل الدين والحسبة. نرحب مع الترحيب بالحضار باسم الشاعر المعيوف تراحيب السحاب اللي بكر سايله طلع عشبه، نحث رسابنا من دارنا والجو حر السيوف، خطاويها من السرعه تعد الوقت وتحسبه. صحيح يهمنا حبيب وعلي الشاعر المعروف، عسى الله يجمع احبابه على الخير اللي بيمارس بكراه الشاعر اللي ما خرج شعره عن المالوف، اليوم انه بدا بالغاف سنه شيخ بخطبه. يا طيب الحفل بحضور الرجال اللي عليهم ظروف، على ارض الحائط اللي من على عصر النبي خصبه، يذكرني مبانيها القديمه والحصل موصوف، حياه الخوف وعشق العرب والعيشه الصعبه، زمان الاسودين اللي ما غيره العرب مصروف، تمر خضر الخيل وعين راس الحائط والعذبه، يحضرونه على حوسه الراكب مع المردوف، حجاه بطونهم ضمر ونايم من على الغربه، مساكنهم مرابط من زراير ما عليها سكوت، مفارشها قصب من ميف سلاته تقي الحربه، تطوى فيه ما له وما له تلوفه لوف، اذا ما بيتت من ليله بكره تصبح به، يا راعي القصر والفله يا مفروش الفضل والصوف، يا راعي الموتر اللي لقى رجلينه قلع زربه على دربه، لقى خير البلد من كل شكل صنوف، متى مناقله باله يوقف متخير به، جنوب الدار من شرقه الى غربه لحد الجوف يسجل رجل طرقيه مع محد العرب دربه، وهذا من فضل رب العباد الواحد الرؤوف، عسى الله يامن البلاد من اهل الشر والنكبه، تحت رايه ملوك ال السعود اللي لهم معروف على سكان هذا الصبح من شرقه الى غربه. وسلام. الحسان بن صالح عبد العزيز. أنا مسمع وطنية قصيدة بعد عرفة المدح على صقر العروبة هو النادر وغاياتنا، الكن قومت عبيع الطرق وابديها، سلامة تعتبر درع سلاماتنا، وعودة إلى المملكة عيد الهالية، الشعب كله يحب مع حكوماتنا، لنا بالأخلاق والإحسان يرضيها، وعاهل المملكة مع حماياتنا، كفيل رزق اليتامى بعد واليها، ومنبع العز حاكمنا بشريعاتنا، يا مفخر الدولة تقسم العادية، تمشي على منهج الإسلام سناتنا، وبالمملكة تفتخر لها حل طاريها، تتعب وتسهر وكلها لأجل راحاتنا، سيرتك يا سيدي ما أكبر معانيها، ومن هيبتك يا ولي الأمر هيباتنا، والطيبة منك يا طيب وراعيها، زرعت في قلوبنا حب قياداتنا، وصروح الأمجاد ترفعها وتبنيها، وبرهاننا للمحبة صدق نياتنا، يوم الفتن تنتشر محدن يماشيها، كل ذي يجدد ولا الحر دولاتنا، بالعدل يحكم ورب الكون باريها. وسلامتكم. الحسان عبد العزيز الاستاذ صقر العروبه بمثل. تفضل ابو صالح. نبي ناخذ كل الناس. يقول لكم يا خوي الدرب خضر مجاعيد،
واللي معاه جيب القناصة وعبه نبيه معاك اسهال الجراهيج ويقوم شلافه وينزل بخبه يقتل غراها داخل القلب ويزيد والراس فيه من الهواجيس ذبه سجد قدم يصاحب الفكر ويعيد عن مطر ومر الزمن ويتنبه قدام لا يدري قدم رجل كالقيد يمنعك من شيء تبيه وتحبه حياتنا ما هي على كل مكريم لوجه دواته وللعمر شبه يبو عوض هبه يبو عوض يقبل كواكب مواعيد واليوم نجلس هيل دعدع مهبه خفت عن حدود المياه المواريد خفت عن حدود المياه المواريد وقام يتلاشى بين حبها وحبه وشالوا على ظهور الجوب الواليد كون يبينه مع طريق اللي يخبها هل المدينه قال صغير تصغير حره مع الجيب شين المطبه معلول فيها فراشة على حيث استانس المحضر الجيبي يذبها استانس المحضر الجيبي يذبها لون فيها الدوح ضد صواهيد يلقابها الشاء يلقابها الضايق علاجها وطبه واللي قنص والبحر يمسك السيد يضربها ما بين تلعه وقبه تضيق وجهها الموصل مصايد وبحر ولا طباقه وتبه حنا نبى رفحه وحزم الجلاميد شرق شمال حجوم لينا وجبه ومنها على الصمان واسهالها الريد مع من الساعه تضيع لو تطبها كم سولف وفيها رجال الصناديد وعلم مثل ما يجهلك وش تربى خدمه العاير قبل لا تروح وعبيد ولا اخو هدبه بالسفر لا تكبها تجنى معه مقناص 17 عيد واللي هلالها ما كمل مرحى سبه تلقانا في كل بيضه مجا عيد اما بقايا كيف ولا مشبه ولا مفضل الجيب معساق الصيد معتاب مع خايع عند فحلها وملا عبه نلقابها الكل يجموعه ومفاريد ننزل منازيله ونتبع مهبها عن الصخور ضمن عين البواريد علقه قرى مازون بالعين احبها لو ان فيها الصيد لو ان فيها الصيد طبعا مشاريد يا ما خلينا مبدوره وضبط السلام. صح لسانك لسانك تفضل يا شاعر العزيز. وخبل الناس لا تعطيه من سرك ولا مثقال ترى بيجيك يوم من طويل عمرك بلابه وترى الرجل يصبر لو قسى وقته وهم طال ولو وقته يحق للشقاء والهم واصعابه يسير وقتها القاسي وكل عقده لها حلال وقتها على ربه والعالم وترابه ولي البيت رب الكون عالم ما جرى بالحال عليم ولي البيت رب الكون عالم ما جرى بالحال عليم اللي يعلم عليم ولي البيت رب الكون عالم ما جرى بالحال حليم يعلم اللي بالخفا يا رجل قرابه وصلوا عليه. المشاعر الكبير سعد انا كل ما هفهف ودعدع براد النود ذكرني قرى الحره براده وافهافه بعيد عن الساحل وصفخاه والنفود صخامي حليات ما هي قاع صفصافه بقايا حصاده ذات بركان المخمود عن البرد تلقابه ملاذ وصريافه وعن الحر فيها كفوف وتحول فيها عدود على دوحه الخضراء طريه وغريافه تحت لها بطحه صدق شمسها مفقود حذولات تنطر مخيفه وميلافه عليها مشرفه الغرامير صفر وسود عليها الملأ محدود سلطان وصافه تعلي عليها لوضه اللي تقل هدود تعلى عليها لوضه اللي تقل هدود جمال جنوب تعلى عليها لوضه اللي تقل هدود شمال وجنوب وقدم هالدود وخلافه تعلى عن الضجه بعيد عن المحدود جماله يوم الصايق البارد شافه وضارب قريب قديمه حولها موجود هي الدعوات يقلب فيها يقلب هي الدعوات يقلب فوق مسلافه خليه
واهل العلم واهل الكرم والجود لهم برخه والميزه عن العالم علافه تقلب روايه الناس وشعارها الصمود ولو كانت الاحداث ما هي مزهافه على العهد والميثاق ما خانت السعود تبارك وتجد منهج العود وسلافه عسى الله يزيد لنا عسى الله يكون الخير فيها ولم يسود وعسى الله بالبشر ياخذ الله. صح لسانك شاعرنا شاعر حافظ. تفضل شاعر. يقول الشعر حبك وسبك والذوق معناه والحرب فر وكر والقاف ميدان ولا يظهر الفارس بلي معناه الا كلمات معجول بلسان. هذا هو الشعر الحقيقي ومبداه ومن لا يجيب البيت ضافي ومليان يترك عن شعر يدله الدنيا من بعض الناس يهلك محياه يخل بوزانه ولا فيه قيفان. الشعر يبغى من يصونه ويرعاه ويسخر القيفان معنى وطربان ويبتل وينقل من معانيه الى جاه. شعر عميق وكل بيت بعنوان يتفنن بحبكه وسبكه ومبناه ويجيب من بحر الشعر در المرجان ويسخر الين يعجب درياه ويحط له بصمه ومعنى وبرهان. هذه رساله مطلوب من الله ضمن العبو الجنه وغفران سامح. صح لسانك شاعر عبد العزيز. طبعا يعطيهم العافيه شعراءنا شاعر عادل صالح وشاعر عبد العزيز ولهم طلبات قصائد كثيره ولكن عندنا شاعر وجمهور شاعر مشهور عند الجميع شاعر ابو الفخري اصر الله ان يشارك في حفلنا باحدى قصائد فليتفضل مشكورا. يسعد مساكم من عيلة معركة البشر لله يسأل باللي سكن حالها. أبارك الأخوان المحسين في هذه المناسبة ثم أحيي الشاعر الكبير معيوف البيان والحضور والشيوخ. بالنسبة لحضرة قصيدة هذه قصيدة قديمة أنا من الجدير بالحاقم بالعبيد. أشوف الرجل يضر على خالي بعد رسوم الباقية هو المراجيل سويت الوقت شيء فيه للحال إلى تصيد ولا حصل لي معاجيل والحشت هذا من المطابق خيالي أنا حفظ الله يوم بيشر الليل أكيد هذا هي في الأشكال يشدوا كبروا بعوده شم حليم توزعوا شرق وجنوب وشمال بدو على الأرض تتبع الطين بدو رفرشة والمحال الصعيد الأيام دربي إلى الصعيد والبيت تلقى فيه الفبلالي الإسلام والنبي مثل العبيد تبني من تشبح على الرجال من كبد وحبه ابتل الرعافين فيها قبل كل الشد الجبال وهبه الله ما ينام تدري لكن انسان كالحر على كل حال وتلعب الرايه من ابيه رجاله بدو تشد الحالي ما يساوي المرباح دار الجنه لو تحرك الحراره البالغه ما في شك ان رايك ابدا مثل الراس بالي ختمتها اسم الوليد الله يسلمك تسليما. يعطيك العافيه بالله ابو الفخري. الشاعر عادل صالح تفضل طال عمرك. القصيده قالها الرجال عزيز عليه صوره الله من يحافظ يقول يزيد المقناص وشبت النار حبتك على وسط الشعيب الخلاوي وتمثل موقعكم بين الاشجار حضرت العالم بعيد النحاوي حضرت العالم بعيد النحاوي مثل موقعكم بين الاشجار حضرت العالم بعيد النحاوي يقريب الهجره يقريب الدار دار الغرق يشهب الذيب عاوي يقوي عليك الليل من شبه الواضح القمر من جوب والليل داوي في جوف العبه من العامل المطارده برسائله بعض الملاوي من الجوع غصر الشجر وحي الاثمار ريحه شجرها مع نسيمه يداوي ما باع فيه ولا شرك العطار ريحه نسيمه شجرها مع نسيمه يداوي لا باع فيه ولا شرك العطار لا هو ابن مسكن ولا هو مجاوي ريحه طبيعه تنبعث عبر الاشجار ريحه طبيعه تنبعث عبر الاشجار آوي يقول في موقع ما بين نام على نار مدوج افتحناه والد عراوي نزل فيها الا سفاري وتكسار مع طلعه المنقار ما هو بذاوي واللي مع السواق رامي وصقار كل على شوف الجميله الشفاوي اللي حمل باروته سر وجهار واللي على كفه يشيله النداوي واللي مخابي عزبته بن وبهار راعي بلالي من صمت القهاوي هيله
تفضل مشكورا. كما أردت لشعرائنا نقدم لهم بزيد الشكر والعرفان على قدمهم قصائد ويعطيهم ألف عافية. أكلف والله على كل باب ربنا عرض علام بالباب والأسرار وبتكلم مضيع الفرج وسويت مقاطع على أبتكلم مضيع الفرج وسويت مقاطع على ذكر الأبصار سميت بالرحمن وهو راضي ولعل عيش عيانا نور وانوار الله يوفقهم رب العباد والكل منهم يتبع الحق بأذكار. والله يحييكم الله يحييكم زود العداد واهل والضيف الشحات. صح لسانك يا ابو قصيده واحده يعطيك العافيه. كما احب التنبيه لضيوفنا الكرام بان سوف تكون محاوره لكل من الشعراء الشاعر محمد العيوف الرشيدي شاعرنا معروف شاعر الجمهور والشاعر سعد الرشيدي لا يخفى على الجميع. كما أن هناك مشاركة من الشاعر الكبير مسرور السفياني والشاعر عبد اللطيف السنير والشاعر عبد العزيز العيد الرشيدي والشاعر السادس شاعرنا الكبير منيف زايد الرشيدي. سوف تقام المحاورة بعد العشاء مباشرة. نرجو من الجميع متابعة